مرحبا بكم في هذا الفيديو. بغيتي تفتح حساب بانكي وخفتي تقوالب، تبع معايا هذا الفيديو وهذه الخطوات اللي غادي نقول لك ان شاء الله في هذا الفيديو، وان شاء الله غادي تفتح حساب بانكي وما غاديش تلقى اي مشاكل. سواء عندك حساب بانكي قديم وبغيتي ما تقوالب في ديك الاقتطاعات اللي كيقتطعوا ليك، تبع معايا هذا الفيديو كذلك حتى الاخر وان شاء الله غتدي معنا افاده. بالنسبه اولا، قبل ما تفتح حساب بانكي خاصك تركز على الاقتطاعات التي تختلف من بنك الى بنك اخر ومن حساب الى حساب اخر. كل بنك عنده بزاف ديال الحسابات، كل بنك والحسابات اللي كيقدم والخدمات اللي كيقدم في دوك الحسابات. مثلا كاين الناس اللي كيفتحوا حساب بانكي وبغاو من ديك الحساب البانكي يبقاو يتعاملوا بالشيك، وكاينين الناس اللي بغاو يفتحوا حساب بانكي عادي كيبغاو غير يبقاو يتيروا فلوس من الكيشي، يديروا كارت كيشي. كاينين بزاف ديال الناس على حساب كل واحد لاش بغا داك الحساب. لذلك اخوتي واخواتاتي في هذا الفيديو غادي تتبعوا معايا الخطوات اللي غنقدم لكم باش ما تقوالبوش اثناء فتح حساب بانكي، سواء الناس اللي فاتحين اللي بغاو يفتحوا حساب جديد ولا دوك الناس اللي عندهم حسابات قديمه وكيلقاو اقتطاعات والرسوم كيتزادوا عليهم. بالنسبه لاول حاجه، ضروري تعرف داك الحساب بانكي لاش بغيتي والمميزات اللي بغيتي، وضروري تسول على الرسوم اللي كيقطعوا عليك في العام. فقبل ما توقع العقد مع اي بنك ضروري تسول الموظف على مجموعه من الاسئله. هاد الاسئله ان شاء الله غادي نعطيها لكم في هذا الفيديو. لذلك اي واحد باقي ما مشترك في هذه القناه يشترك ويفعل الجرس باش اي جديد ان شاء الله يوصلوا. وبالنسبه للناس القدام واي واحد وصل هذا الفيديو بارطاجيو هذا الفيديو مع خوتكم، راه كاينين بزاف ديال الناس بغاو هاد الافادات وبغاو يستافدوا من هذا الفيديو، خصوصا هذا الفيديو اللي حيت فيه امور ضروري اي واحد منا يعرفها. اي واحد منا قبل ما يفتح حساب بانكي ضروري يعرف هاد الاشكالات، وكذلك الناس اللي عندهم حسابات قديمه ضروري يعرفوا هاد الاشكالات اللي كيوقعوا فيهم حتى كتزاد عليهم دوك الرسوم ديال التامين ولا المهم مجموعه من الرسوم ان شاء الله غادي نطرقوا لهم في هذا الفيديو. بالنسبه قبل ما توقع ديك الكونطرا مع اي بنك وتثنيه على العقد، ضروري تسول الموظف على هاد الاسئله اللي غادي نذكر لكم. شحال غيقطعوا لك شهريا؟ شحال غيقطعوا لك شهريا؟ حيت كاينين ابناك اللي كيقطعوا كل شهر الرسوم، وكاينين ابناك اخرى كيقطعوا كل سنه. لذلك خاصك تسول على الرسوم اللي يقطعوا لك. قبل ما تسول على اي حاجه خاصك تسول على الرسوم، وكذلك خاصك تسول على شحال يقطعوا لك في ديك البطاقه البنكيه، وكذلك تسول على المميزات ديال ديك البطاقه البنكيه. حيت كاينين بطاقات اللي كتقدم لك مثلا الشراء عبر الانترنت، بطاقه دوليه مثلا تبقى تشري من الانترنت، يعني الا بغيتي تبقى تشري من الانترنت راه كيزيدوا لك هذيك 44 درهم على الاقل كل سنه. حيت فاش تبغي تفتح ديك الدوتاسيون ضروري تخلص 44 درهم على الاقل كل سنه، على حسب راه كاين اختلاف على حسب الابناء. ديك البطاقه الدوليه كتمكن انك تشري من الانترنت، ولا كذلك دوك الناس اللي خدامين في الانترنت راه كيديروا هذيك البطاقه الدوليه. يعني اي واحد بغى يفتح حساب خص يعرف ديك البطاقه الدوليه المميزات ديالها، وهو اصلا لاش بغى داك الحساب خص ضروري يسول الموظف على ديك المميزات اللي كاينين في داك الحساب. والاقتطاعات، وثالث حاجه ضروري تسولوا على التامينات. هنا فين كاين اشكال عند بزاف ديال الناس، حيت كاينين ابناك اللي كيزيدوا لكم بديك دوك الرسوم ديال التامينات، سواء تأمينات على الحساب. كاين اللي كيقول لكم راه هذه راه تزاد لكم على حساب التأمين ديال الحساب ديالكم، ولا كذلك التأمين على الحياة ومجموعة من التأمينات الأخرى. بلا ما نطرقوا التفاصيل على التأمينات راه كاينين بزاف وغادي تشدنا بزاف ديال الوقت. راه كاينين بزاف ديال الناس بغاو
نزيد لهم الافادات خصوصا فيما يتعلق بالرسوم والاقتطاعات، وكذلك الابناك اللي كتوفر خدمات جيده وما كايناش اقتطاعات. بالنسبه لهاد الاسئله اخوتي واخواتاتي، فاش تسولوا داك الموظف على الاسئله اللي قلت لكم، فديك الساعات راه كيعطي لكم مثلا كيعطي لكم الكونطرا، العقد كيعطي لكم العقد باش تسنيوه. ومن الافضل ومن الاحسن داك العقد قراوه كامل باش تعرفوا لا سنيتو لا وقعتو. ضروري تقراو داك العقد كامل. بالنسبه للناس اللي ما قاريينش راه ما فيها باس تشدوا داك العقد وتديوه لشي واحد اللي قاري باش يفهم لكم اشنا هما دوك الشروط ودوك هذيك الالتزامات اللي كاينه عندكم في ديك الكونطرا. يعني ضروري تخرجوا داك العقد وتسولوا على راحتكم. ديك الساعه تخدم لكم داكشي، سير وقعوا داك العقد وفتحوا الحساب. ما خدمش لكم سيروا بحثوا، راه كاينين بزاف ديال الابناك، راه ماشي بنكه وحده اللي كاينه. سولوا على راسكم، راه بحال مشيتي للسوق راه كتسول على الثمن المناسب لك والخدمات اللي يقدموا لك ديك الابناك. راه كاينين ابناك اللي كيفتحوا حسابات مجانيه وما كيقطعوا لكم والو في العام. سولوا، راه كاينين ابناك اللي ما كيقطعوا والو، وعلى حساب حتى الاحتياجات ولاش بغيتو داك الحساب. كاينين الحسابات اللي ضروري خاصك تخلص سنويا، يقطعوا لك سنويا. وكاينين ابناك مجانيه على حساب دوك الناس اللي كيبغيو غير يبقاو يحطوا الفلوس في البنكه ويبقاو يتيروا ويقضوا الاشغالات ديالهم. يعني اي واحد خاصو يعرف اولا لاش بغى داك الحساب، المميزات اللي بغى في داك الحساب. الا بغى بطاقه دوليه راه كيديرها، بحال دوك الناس اللي خدامين في الانترنت راه كيديروا ديك البطاقه الدوليه، كيفتحوا فيها الدوتاسيون باش يبقاو يخدموا بها عبر الانترنت. وكاينين هذوك الناس اللي كيبغيو يشرو من الخارج، راه ضروري حتى هما تيديروا ديك البطاقه الدوليه، كيفعلوا فيها الدوتاسيون وكيخلصوا كل سنه 44 درهم على حساب الابناك. كاينين ابناك اللي كتخلص فيها 36 درهم ولا 44 درهم، كاين ابناك 44 الفوق. داكشي اللي كاين في هاد البطاقه وهاد الدوتاسيون. يعني اخوتي واخواتاتي، قبل ما تفتحوا الحساب البنكي ديالكم راه ضروري تركزوا على الاقتطاعات شحال يبقاو يقطعوا لكم سواء شهريا او سنويا. كاين ابناك اللي كيقطعوا سنويا، وكاين ابناك اللي كيقطعوا شهريا، وكاين ابناك اخرى كتقطع كل 3 شهور. يعني ضروري تسولوا على شحال يمكن لك تيري في الكيشي في اليوم. راه كاينين بطاقات اللي كتيروا فيها غير 3000 درهم اليوم، وكاينين بطاقات اللي كتيروا 6000 درهم اليوم. يعني خاصكم تسولوا على هذه الاسئله كامله، وكذلك تسولوا على المميزات الاخرى بحال الناس اللي بغاو الشيك، بغاو يتعاملوا بالشيك. مجموعه من الامور اخوتي واخواتاتي ضروري تسولوا الموظف. داك الموظف راه دايرينو على حساب يفيدكم. وكما قلت لكم الكونطرا من احسن تقراوها كامله. وان شاء الله اي واحد عنده شي اشكال يحطوا لي في التعليق. مرحبا بكم في هذه القناه، واشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس وبارطاجيوه. ما تنساوش اخوتي واخواتاتي بارطاجيوه باش تعم الافاده. كاينين الناس اللي محتاجين هذه الافادات. وان شاء الله نقرا التعليق ديالكم ونجاوبكم. والى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.